بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر أخونا الشيخ محمد هايف على هذه الدعوة الكريمة التي مكننا من التقاء بها الوجوه الكريمة، ونعرف الجو شوي حار، لذلك نحاول نختصر في قضية، وأعتقد الأخوان غطوا جوانب كثيرة. طبعا الآثار هذا الموضوع، بعض النواب من حدثاء الدخول إلى مجلس الأمة ويريدون للأسف دغدغة مشاعر بعض الناخبين عندهم من أجل التكسب الانتخابي والتكسب النيابي والقفز على ظهر يعني الطائفة. وهذه مشكلة عندنا. البعض يبحث عن أمجاد ويعوض نقص التشريعي والرقابي والأداء البرلماني بالبحث عن قضايا ويستغل مجموعته وطائفته. وواضح أن السؤالين يعني اللذين وردا في الامتحان ما عليهم خلاف. يعني تفضل الأخ الدكتور علي العمير وقال أن الإخوان قالوا بأن موضوع سب الصحابة متفق عليه، ما في حد يسب الصحابة. طيب عشان نزعلكم؟ يعني هذا تأكيد على ما هو متفق عليه وما هو يعني لا خلاف عليه. يعني طيب المنهج ايش المطلوب؟ أليس وضع القواعد التي تثبيت وتعليم الأولاد ما هو الصحيح مما هو عليه المجتمع؟ فهذا من ناحية. السؤال الثاني، قال المشكلة بالسؤال الثاني اللي هو أن موضوع التوسل بالقبور. أولا زيارة القبور الكل متفق عليها أن هذه سنة مستحبة ولا نمنع زيارة القبور، بل هي للعظة، لكن ما يمارس أحيانا داخل القبور من بدع وخرافات وشركيات. هذا دور المنهج تقويم هذه السلوكيات وتصحيح الأولاد بأن لا تقام عند القبور أشياء مخالفة لدين الله عز وجل، مثل التوسل بالأموات والذبح لهم والنذر لهم ودعاء الميت. وهذا أصول في القرآن الكريم موجودة. يعني هذه النصوص واضحة قطعية في القرآن الكريم. دعنك السنة النبوية تنهى عن هذه نهي صريح، تنهى عن دعاء الأموات. يعني ما الذي أتى به المنهج جديد حتى الواحد إذا كان الإشارة أن هذه إشارة إلى طعن بطائفة غير صحيح. هناك من أهل السنة من يعبدون القبور يعني يتوسلون بالأموات ويذبحون عند الأموات من أهل السنة. طيب ما نوعي، ما نحذر؟ لأن هناك ناس من الشيعة يعملون هذا الشيء، حتى من السنة يعملون هذا الشيء. طيب ما يحذر الطالب؟ يحذر الطالب السني والطالب الشيعي من هذا الشيء. ما المانع؟ يعني ما الوجه للخلافية؟ ما الخلاف في هذا الموضوع؟ إذا لا خلاف في القضية، هي محاولة التكسب والقفز على الطائفة من أجل المكاسب. ثم ما خرج علينا الأخ النائب فيصل دويسان، وأنا أتعمد أذكر اسمه لأن هو قال إن العقيدة هذه أو المناهج هذه جاءتنا في غزوة الجهرة، معركة الجهرة، وهزم هذا الجيش والدعوة الوهابية هزمت، وأهل الكويت ضد هذه الدعوة الوهابية. هذا الكلام. أنا أسألك، أبوك وجدك يا أخ فيصل إيش كانوا؟ ما كانوا من التوحيد ولا زالوا؟ ما هم موحدين؟ ما هذه عقيدتهم؟ سأل أبوك، خل أبوك يسأل جده، خلي يتأكد شنو عقيدة أهل الكويت. تلا يقول إن والله جتنا عن طريق الدعوة الوهابية. واليوم تو الشيخ محمد الوهاب، عفوا الشيخ محمد هايف، ذكر نص من كتاب للعلامة الشاعر عبد الجليل الطبطبائي، في له كتاب يستنكر فيها البدع والخرافات. أنا كنت أدردش أمس مع الأخ فيصل دويسان وأقول له مو صحيح الكويتيين ضد دعوة محمد عبد الوهاب. أنا جدي الشاعر عبد الجليل الطبطبائي له قصيدة كاملة في ديوانه في مدح دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، قصيدة منشورة ومعروفة، هو شيخ الأواه محمد، قصيدة طويلة يمدح فيها دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. ولا رسائل إلى الإمام فيصل
في الدولة السعودية الثانية عفوا، وفي مدح دعوة التوحيد، وهو شاعر كويتي. إذا تفتح اليوم كتاب الصف الثاني عشر في تاريخ الأدب في الكويت، رواد الأدب في الكويت الشاعر عبد الجليل الطبطباني. هذه قصيدة من قصائده في مدح دعوة الشيخ محمد الوهاب وآثارها الطيبة وما أتى به من نبذ البدع والتحذير من الشرك. إذن هذا علماء الكويت وتلاميذه طبعا الشيخ العدساني وغيره ممن تتلمذوا على ايد الشيخ السيد عبد الجليل الطبطباني. وهكذا طبعا إذا تقرأ يعني رسائل علماء الكويت كلهم يدعون إلى هذه الدعوة الخالصة ويدعون إلى نبذ التوحيد. الحمد لله الكويت من عمر ما فيها لا قبور ولا فيها أضرحة ولا فيها يعني مزارات. هذا يدل على هذه عقيدة أهل البلد. والله إذا واحد بيجيب له شيء من برا يقول ندرسونه ولا لا تدرسون هالشيء، لا مو مقبول. ما يصير تي من برا تقول لا شيل هذا ولا تشيل هذا، لا، تبي تحترم حياك الله. وأنت العقيدة كل واحد حر فيها، الدين كفى العقيدة والدستور كفى العقيدة، وكل يمارس شعائره كما يريد، لكن لا تمنع ولا تحاول تأتي وتغير. لذلك احنا نؤكد يعني الكلام اللي قيل عن وزيرة التربية. احنا قلنا قبولها في وزارة التربية مشروع أزمة، وهي الآن وقعت في المحظور وأمرت الموجهين بتعديل ما أسمته بالخلاف. هذا مو خلاف، هذا شيء حادث يعني يراد زرع في مناهجنا. نحذر من المساس في المناهج، لأن المناهج هذه بنيت على ثقافة المجتمع وعلى دين المجتمع. فالوزيرة وقعت في المحظور ووجب محاسبتها. احنا نقول إن خلاص اجتمعت وأمرت لذلك يجب أن تحاسب الوزيرة. يعني الكلام بأن والله نحذرها من لا، يجب محاسبتها على هذه الخطوة اللي قامت فيها لأول مرة. احنا كنا من الأول نسأل الموجهين وكذا، صدر من الوزير أمر لكم؟ قال لا ما صدر. المرة هذه وبلغنا بأنه صدر الأمر، عاد من كيفه من أحد أمرها. المهم وقعت المحظور وطلبت تعديل المناهج بما سمته إبعاد أوجه الخلاف. لو نبعد وجه الخلاف في أي مسألة ما في اتفاق على شيء، كل شيء في عليه خلاف في الدنيا. إذن هذا مو عذر إنه والله في أحد مراضي، واحد مراضي ولا 10 مراضين نروح نشيل عقيدة من عقائد وأركان الدين والتوحيد لأجل أنه واحد مراضي ولا 5 مراضين ولا 50 ولا حتى لو 5000. أنا أكرر بأنه يجب محاسبة الوزيرة، والوزيرة وقعت محظور وعليها أن تنتظر المساءلة. والسلام عليكم ورحمة الله.